ويلكم باك يا فيلمهوليكس. دول افضل 5 مسلسلات شفتهم في 2025. اول واحد معانا وهو اكيد لام شمسية، المسلسل الاكثر من حيث الجدل والمشاهدة والضجة والهايب اللي اتعمل عليه، وده لانه بيناقش قضية جريئة ومهمة جدا، واللي للأسف بقينا بنشوف منها كتير اليومين دول. بنشوف كم الدفى والقرب في علاقة نيلي بيوسف، بنشوف أداء فوق الرائع من يوسف نفسه اللي هو علي البيلي، وكمان بنتصدم في إن إحنا ما نثقش في أي حد حتى لو كان أقرب الناس لينا. وبنشوف كمان إن إحنا لازم نقرب من ولادنا وكمان ناخد بالنا منهم ونحرص عليهم علشان ما يعوش فريسة أو ضحية لناس مرضى محسوبين علينا بني آدمين. تاني مسلسل معانا هو ولاد الشمس. ولع ومفتاح. خلونا اتجرأ واقول ان انا شفتهم مرزوق وبركات، بس بتوع اليومين دول، نسخة الجينزيرز يعني بمعنى اصح. المسلسل بيسلط الضوء برضو على قضية مهمة وملف عمره ما اتفتح قبل كده، او يمكن اتفتح بس مش بالشكل ده. المسلسل نجح في ان هو يشد انتباه كل الناس ومن ضمنهم انا شخصيا، ومن اول حلقة واللي هي كانت خطيرة جدا. الحلقة كلها كانت عبارة عن هوك ربطنا مع المسلسل لحد النهاية. بنشوف صحوبية مفيش بعد كده، بنشوف أداء فوق الرائع وخصوصا مشهد مفتاح مع الناس اللي كانوا متبنيينه، بنشوف صراع حقيقي بين الشخصيات في توليفة مفيش بعد كده. أما التالت معانا هو قلبي ومفتاحه. بنعيش مع محمد الشاب العادي جدا اللي ولا بيشرب سيجارة ولا بيقف على ناصية ولا بيتخانق مع دبان وشه، شاب عادي زيه زي معظم الشباب. يعني تامر محسن والمؤلف أو المؤلفة سماهولك محمد، اللي هو مفيش حاجة جينيريك بعد كده. محمد بيحاول يشق طريقه في الحياة وكل طموحه إن هو يلاقي شغل مناسب بعد ما مشروعه اتدمر وإن هو يتجوز. بس يا ترى مين دي اللي هتقبل بيه بحاله وهو عايش مع مامته؟ لحد ما الظروف بتجمعه بميار، واللي فجأة بيقرروا إن هما يتجوزوا بأكتر طريقة عبثية ممكن تشوفها في حياتك. وبنشوف إزاي علاقة الحب البسيطة دي بتنشأ ما بينهم وبتكبر. أما الرابع معانا هو كامل العدد. كامل العدد عشنا معاه دفى العيلة على مدار 3 سنين بمواقف بتتنوع ما بين الكوميديا والدراما، بس للأسف مش هنعرف نشوف منها تاني. كامل العدد بيورلنا وبيثبت لنا تاني إن الأم أو الأب مش هو اللي خلف، لأ، هو اللي ربى وهو اللي خباله من كل تفاصيلك وخباله منك. كامل العدد بيورينا برضو كم الفجوة اللي بتكون ما بين الآباء والأبناء، والمخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها لو ما تصرفناش وحاولنا نقلل الفجوة دي. المسلسل بالنسبة لي زي جايد كده للآباء أو الأمهات اللي عايزين يقربوا من ولادهم أكتر وعاوزين يكونوا جزء من يومهم ومن حياتهم. أما الخامس والأخير في القائمة بتاعتنا هو كتالوج. نطلع بقى بره رمضان كده شوية ونروح لأفضل مسلسل أنا شفته في 2025 واللي عملنا عليه حلقة بالمناسبة، ما تنسوش تبقوا تروحوا تتفرجوا عليها. فراج لسه بيواصل التألق، بس المرة دي مش بيتألق لوحده، لا ده جايب معاه مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم خالد كمال. بنشوف معاناة أب في تربية أولاده بعد ما مراته توفت بسبب مرض السرطان، وبنشوف الأب اللي كان كل دوره إن هو يشتغل ويجيب فلوس ATM بمعنى أصح، وهو بيعمل بقى الدورين الأب والأم. وبنعيش معاه رحلة اكتشافه حاجات عن ولاده ما كانش يعرف عنها حاجة، من أول سنهم لحد نوع الأكل اللي بيجيب لهم حساسية. وكمان بيسلط الضوء على دور الأهل والصحاب في إن هم يسندوك ويقفوا معاك، وأهمهم الأخ، واللي قام بالدور دوت خالد كمال على أكمل وجه. وبس كده يا فيلمهوليكس، دول كانوا أفضل 5 مسلسلات مصرية أنا شفتها في 2025. ما تنسوش انتوا كمان تقولوا لنا ايه الافضل بالنسبه لكم في الكومنتس تحت، وكمان ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان ما يفوتكوش اللي جاي.